سبق الإنذار. مع سبق الإنذار توجه عزة إسماعيل. الكاتب السيناريست الأستاذ أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك بألف خير، وكل مستمعي إذاعة البرنامج العام بألف خير. بداية، ما سبب ابتعاد حضرتك عن ماراثون الدراما الرمضانية لهذا الموسم؟ هو السبب إن كان عندي مسلسل، لكن رأت الجهة المنفذة تأجيله لوقت آخر لأنه يحتاج إلى تحضيرات كثيرة، وبالتالي ابتعدت عن موسم رمضان هذا العام، ولكن لحقت به في الإذاعة عن طريق مسلسل إذاعي هو أغنى رجل في العالم. ولكنك، واسمح لي أستاذ أيمن، أطلقت إنذاراً قلت فيه أن أمثالنا لا يتم تغييره حينما صرحت عن تعاونك مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد كنترول، ثم عودولك عن هذا التصريح بتأجيل المسلسل، فبماذا تفسر؟ لا، أنا لم أعدل عن التصريح وما زلت مصر عليه، لأن ما حدث ليس استبدالي يعني، وليس لأن أنا أكتب مسلسلي، لكن هناك مسلسل آخر هي عملته، ولكن لم يتم استبدالي، لأن كان قد أشيع أن النجمة ريهام حجاج قامت باستبدال المؤلف بمؤلف آخر، وأنه بيكمل المسلسل، وهذا غير حقيقي وغير صحيح بالمرة. وما زلت مصر على أن أمثالنا لا يستطيع أحد استبدالهم، لأننا أصحاب فكر، فما زلت مصر على تصريحي هذا يعني. الكاتب السيناريست الأستاذ أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، نصف مشاهدي الدراما التلفزيونية ينددون بمستواها هذا العام، ونصفهم الآخر يمدحونها ويتابعون المسلسلات. ترى حضرتك مع أي فريق؟ الحقيقة أنا أرى أن السنة دي قدمت الدراما المصرية أعمال ذات مستوى جيد، عدا مسلسلين أو 3 على الأكثر، ولكن المسلسلين أو 3 دول هم اللي يعني عملوا موجة من الغضب لدى الجماهير. لكن الأمر الحقيقي أن هناك مسلسلات جيدة الصنع، أن هناك أعمال متميزة قدمت هذا العام، وأنا شايف أن إدانة الناس لمسلسلين أو 3 ده شيء طبيعي جدا، لأن هم فعلا فيهم نوع من التجاوز في حق الشعب، أو تصور أو تقديم تصور خاطئ عن الشعب المصري بعاداته وتقاليده. وما زالت الدراما هي الصناعة المصرية الخالصة 100%. نحن لدينا صناعة مصرية خالصة اسمها صناعة الدراما. الكاتب السيناريست الأستاذ أيمن سلامة، ربما كثرت في الآونة الأخيرة حالات من الهجوم على رموز فنية صنعت المجد القديم للفن المصري والعربي، ربما نذكر منهم الراحل الكبير شكري سرحان والأستاذ إسماعيل ياسين، فبماذا تنذرهم؟ أنا بطالب أن أي حد يتحدث عن فنانين الخالدين أن يراجع نفسه 1000 مرة، لأنه عندما يراجع نفسه سيكتشف أنه يطعن في رمز من رموز القوى الناعمة المصرية التي أثرت في وجداننا ووجدان جميع الشعوب العربية. هذا حكم يعني ظالم، هذا حكم لا يستند إلى أي شيء موضوعي. ولكن أستاذ أيمن، بماذا ترد على آراء بعض النقاد الذين يروا أن من حق أي مواطن أن ينتقد أي فنان ما وأن يعبر عن عدم حبه له، فهي حرية شخصية ما دام لم يوجه له أي إهانة أو إساءة، وإلا فسوف نتجه إلى تقديس وتأليه الفنانين والوسط الفني. فبماذا ترد على هذا الرأي؟ يا سيدتي، في العالم كله كل الأوطان تصنع تاريخا من رموزها، أما محاولة هدم رموزنا فهذا شيء
يدعو للدهشة. كيف بنا أن نقوم بهدم هذه الرموز التي صنعت تاريخنا الحقيقي؟ أنت تصنع تاريخ الوطن برموزك من الفنانين والأدباء والعلماء، فلا يجب أبدا أن نقوم بهدم هذه الرموز تحت شعار أو مسمى الحرية. أو هو بالمناسبة إذا كان محقا فيما يقول فأهلا وسهلا إذا كان الرأي صواب، ولكنه رأي خاطئ، رأي لا يستند على أي شيء علمي، رأي في النهاية هدفه هو الترند وتحقيق الشهرة الواسعة على مدار يومين أو ثلاثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. انذار موجه من الكاتب السيناريست الأستاذ أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، ترى يوجه لمن وماذا يقول فيه؟ وجه انذار لكل من يحمل قلم أنك تحمل سيفا لا قلما، وأنك لابد أن تكون واعيا بقضايا الوطن قبل أن تشرع بالكتابة، وأن المؤلف هو جراح يعمل في عقول البشر، فعليك أن تكون ملما بكل قضايا الوطن، صاحب أيديولوجية خاصة، مؤمن بنسق من التفكير، أنك كمؤلف تلعب في أدمغة البشر، فعليك أن تكون واعيا قبل أن تشرع بكتابة حرف واحد. الكاتب السيناريست الأستاذ أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. أشكرك جدا على هذا اللقاء، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على المستمعين. مع سبق الإنذار. مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.